لو مش فاهم قرار ضريبة الموبايلات الجديدة اسمع الفيديو للآخر عشان تفهم الزتونة، ولو انت بتفكر تشتري موبايل جديد برضو اسمع الفيديو للآخر عشان ما تتصدمش. يوم 21 يناير بقى يوم فارق في تاريخ الموبايلات في مصر، لأن ده اليوم اللي أي حد كان عنده موبايل متصنع بره مصر شغال من قبل التاريخ ده هو في الأمان. لكن بعد التاريخ ده أي موبايل جاي من بره مصر سواء جديد في كرتونته أو حتى مستعمل قدامه 90 يوم سماح بس يشتغل فيهم على الشبكات المصرية. أول ما تحط الشريحه السيستم بيسجل الموبايل وبيبان انه مش متصنع جوه مصر، وبعد ال 90 يوم الشبكه هتفصل تماما ومش هيرجع يشتغل كتليفون. ممكن تشغله على الواي فاي بس الا لو دفعت رسوم التسجيل اللي هي من 38% ل 40% من قيمه الموبايل، وده هيتم من خلال تطبيق اسمه تليفوني. وهنا لازم تاخد بالك من نقطه مهمه جدا عشان ما تتفاجئش. تطبيق تليفوني مش بيسالك انت شاري الموبايل بكام ولا بيعتمد على الفاتوره اللي معاك. المنظومه دي مربوطه بقاعدة بيانات بأسعار الموبايلات العالمية. يعني مثلا لو انت عندك قريبك او صاحبك في الخليج وكان في خصومات على الموبايلات فجاب لك موبايل ثمنه 800 دولار يعني حوالي 40,000 جنيه، رغم ان ثمنه الرسمي 1100 دولار يعني حوالي 55,000 جنيه. لما تيجي تسجله على تطبيق تليفوني هتدفع ال 40% جمارك من سعره الأصلي يعني حوالي 440 دولار اللي هم تقريبا 22,000 جنيه، لأن قاعدة البيانات دي زي ما قلت لك في الأول هي مربوطة بنظام أسعار عالمي. مستني رأيك في الكومنتات، ولو عندك أي سؤال اسأله وهرد عليك. يوسف my son I love you. سلام عليكم.